ازيكم؟ كل عام وحضراتكم طبعا بألف خير. أولى وصفات كده العيد الأضحى. هنعمل مع بعض الكرشة بطريقة حلوة جدا هتحبوها. وصفات العيد طبعا بقى كرشة، فشة، لحمة، ممبار، كل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي ان شاء الله نعملها كده مع بعض. ونبدأ النهاردة أول وصفة فيهم بالكرشة. هنكون طبعا منضفينها تنظيف حلو قوي وتبقى بيضة كده زي الفل. انا بنقعها بملح وخل ودقيق وليمون، وبجيب الليمون وبعمله كده كأني بغسل حاجة يعني. يعني بعملها كده على ايدي جامد. ما برتاحش انا غير لما بعملها كده، يبقى ريحتها حلوة وطعمها حلو. هنقطعها بقى قطع صغيرة جدا. يعني لما تتقطع قطع صغيرة بتستوي وبتبقى دايبة كده في البق وبتبقى تحفة. يعني يا دوبك القطعة على قد المعلقة كده على طول، زي ما احنا شايفينها كده. هنغسلها غسيل حلو ونقعناها على طول. هنحطها في ميه ونسلقها لحد لما تدوب خالص. طريقه سهله جدا، وبنسلقها من غير ملح من غير اي حاجه، بميه بس. خلاص اتسلقت واستوت جامد. هنجيب بصله نقطعها نشوحها في الزيت تاخد لون بسيط، وهننزل على طول بالكرشه تقلبتين كده. وبعد كده هنكون مقطعين طبعا بطاطس مكعبات او قطعيها بالطريقه اللي تريحك. وهننزل بالبهارات بتاعتنا، البهارات اللي تحبيها. انا حاطه 7 بهارات بس وملح. وهننزل بقى بالطماطم بتاعتنا اللي احنا ضربناها في الخلاط، معاها فصين توم اتفرم مع الطماطم في الخلاط. وهننزل على طول على على الكرشة بالبطاطس بعد ما نقلبها تقليبه كده تاخد الطعم وتاخد كده تشويحة في الخلطة. الطماطم طبعا تقيلة هنزودها كمان بمية، ونسيبها بقى تغلى كده مع بعضها شوية. ونحط الشبت والبقدونس بتاعنا. عايزة تحطيه دلوقتي، عايزة تحطيه قبل ما تنزليها بشوية يكون افضل. هنسيبها بقى تستوي زي ما انتوا شايفينها كده. كده خلاص البطاطس دابت والكرشة دابت خالص، بقت فظيعة. يعني تحسها في البق كده كأنها حاجة تحفة بصراحة. ان شاء الله الوصفة دي هتعجبكم والطريقة دي هتعجبكم. جربوها وقولوا لي رأيكم، واشوفكم في وصفات تانية للعيد. وكل عام وانتم بخير.